اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا، كان لعيب نادي الزمالك بيطلب بضربه جزاء. هنشوف مع بعض هنا، هتلاقي الكوره ما جاتش في يد لعيب بيراميدز، وطبعا هنا مفيش ضربه جزاء وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهي حاله الطرد بتاع لعيب بيراميدز. نشوف مع بعض كده، الطبيعي ان لاعب الزمالك بيبقى اتجاهه اتجاه السهم كده هو علشان يروح للكوره، لكن ان هو هنلاقي لعيب نادي الزمالك هو اللي راح للعيب بيراميدز اللي انا معلم عليه وعمل معاه التحام ده قبل الكوره بتاعه الطرد. هنشوف مع بعض كده، بص على يد لعيب نادي الزمالك هتلاقيه عامل التحام مع لاعب بيراميدز، وطبعا كان المفروض هنا الحكم يحسب فاول على لعيب نادي الزمالك، لكن هنا الحكم ما حسبش حاجه. يعني هنا قبل حاله الطرد في التحام من لعيب نادي الزمالك مع لعيب بيراميدز، لكن الحكم ما حسبش في اللعبه دي حاجه، وبعديها على طول هتلاقي في التحام من لعيب نادي بيراميدز مع لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض الالتحام، طبعا هنا الالتحام باليد وهنا الحكم اداله طرد مباشر. طيب هل هنا بقى الالتحام دوت يستاهل الطرد المباشر؟ زي ما احنا شايفين مع بعض هنا في شد باليد. طيب لعيب نادي الزمالك كان عنده فرصه محققه ان هو يسجل هدف، الكرة هو مش مستحوذ عليها زي ما احنا شايفين مع بعض، الكرة في الهواء، يعني هنا هو مش مستحوذ عليها 100%، وحصل التحام. كان الطبيعي ان انت طالما سبت الالتحام دوت وشفت ان الالتحام ده التحام طبيعي، على الاقل ان هو كنت تحسب المخالفه وتدي لعيب نادي بيراميدز انذار مش طرد مباشر، لان كان في قبليها فاول، ده لو انت كمان مش هترجع للكره اللي قبليها. لكن هنا الحكم حسب طرد مباشر، طبعا هنا قرار الحكم قرار خطأ. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لعيب نادي الزمالك. هنشوف مع بعض هنا، هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد، وطبعا هنا استخدام اليد موجود وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لعيب نادي الزمالك. هنشوف مع بعض هنا، هتلاقي فيه التحام بالقدم وفيه تدخل بقوه، وكره زي دي كان لازم الحكم يديله انذار، لان هنا انت ما لعبتش على الكوره، هنا لعبت على رجل لعيب بيراميدز، كان لازم الحكم يديله انذار، لكن هنا الحكم حسب المخالفه بدون انذار. نروح للحلقه اللي بعديها وهنا فاول لصالح نادي الزمالك. هنشوف مع بعض، هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحلقه اللي بعديها وهنا فاول لصالح نادي الزمالك. هنشوف مع بعض هنا، هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والحكم اداله انذار، وطبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحلقه اللي بعديها وهو هدف التعادل لفريق بيراميدز. هل الهدف دوت سليم ولا فيه تسلل؟ نشوف كده لحظه لعب الكوره، هتلاقي اللاعب اللي انا معلم عليه دوت مش في وضع تسلل، ده اللاعب اللي سجل الهدف. شوف مع بعض طبعا، هتلاقي لعيب نادي الزمالك مغطي التسلل، وطبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لعيب نادي الزمالك. هنشوف مع بعض هنا، هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد وبيشد لعيب بيراميدز، وطبعا هنا الشد موجود وكان لازم برضو الحكم يديله انذار، لان هنا في تعمد وبتشد وباستخدام اليد يعني قوه زايده، كان لازم الحكم يحسب انذار مع المخالفه. نروح للحاله اللي بعديها وهنا لمسه يد على لعيب بيراميدز. هنشوف مع بعض، هتلاقي الكره جايه في اليد، وطبعا هنا الحكم قريب جدا وقرار الحكم قرار سليم. نروح بقى للحاله دي غريبه جدا، هنا الكره دي جوه خط ال 18 بتاع نادي الزمالك. نشوف مع بعض بقى، هتلاقي هنا هو الكره ما جاتش في يد لعيب نادي بيراميدز، زي ما احنا ما شايفين مع بعض الكره ما جاتش في اليد. هنا الحكم حسب لمسه يد. طب الكره دي جوه خط ال 18، لعيب نادي بيراميدز مجرد ما هيعدي بالكره دي كان هو وحارس المرمى لوحدهم، يعني ما فيش اي لاعب تاني معاه، يعني فرصه محققه ان اللاعب بيراميدز يسجل هدف، وفي فار كان لازم الحكم يدي اتاحه فرصه، لكن هنا الحكم صفر على طول وما اداش اتاحه فرصه، اللي هو تطبيق القانون الطبيعي ان انت بتدي اتاحه فرصه، لكن الحكم ان هو صفر وحسب لمسه يد اللي هي اصلا مش موجوده.